طابت أوقاتكم من الفضائية الإريترية، نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. السفير في الساسين يلتقي التنظيمات الوطنية في السويد. أوضاع جيدة للمواشي في إقليم القاشبركة. دورة تدريبية للمعلمين الناشطين في الثقافة والرياضة في سنعفة. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بلاستيا قادرا للوصول للولايات المتحدة. وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي مسؤول صيني. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو الولايات المتحدة لرفع الحصار عن كوبا. أجرى سفير إريتريا لدى السويد السفير في الساسين بطرس مباحثات مع مسؤولي المنظمات الإريترية في السويد حول أهمية تعزيز وتوسيع منظماتهم وتطوير الشباب الوطني الكفو والوضع الحالي في البلاد والتقدم المحرز في برامج التنمية. وأوضح السفير في الساسين في الاجتماع الذي حضره مسؤولو وممثلو مختلف المنظمات واللجان المجتمعية أن التنظيم هو مفتاح النجاح، داعيا الإريتريين في السويد لتقوية التأطير والتنظيم والعمل على إفشال العدائيات وإنجاح البرامج الوطنية. وأطلع السفير في الساسين المشاركين على الوضع الحالي في المنطقة والعالم، فضلا عن مساهمة إريتريا في السلام والاستقرار في المنطقة. في غضون ذلك عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد ومسؤول الشؤون القنصلية السيد يمانة قبركيدان سيمينارا جماهيريا واسعا للإريتريين المقيمين في الدنمارك، ركز على تعزيز منظمات الجبهة الرابعة والمبادئ التوجيهية للخدمات القنصلية. وفي السيمينار الذي عقد في كوبنهاغن وهرموس يومي 26 و27 من أكتوبر، أوضح السيد محمد علي أن تعزيز الجبهة الرابعة يعزز بشكل أساسي دور ومشاركة الجالية الإريترية في التصدي والتنمية، مثمنا المشاركة القوية للإريتريين في الدنمارك في السنوات الماضية. من جانبه أوضح السيد يمانة قبركيدان إجراءات كفاءة الخدمات القنصلية وتنفيذها، وأكد المشاركون بدورهم على استعدادهم للعمل في وحدة ووئام لإنجاح البرامج الموضوعة. أفاد مسؤول الثروة الحيوانية في إقليم القاشبركة الدكتور تخلصقي تكيه بأن المواشي في الإقليم في وضع جيد نتيجة توفر ما يكفي من المياه والعشب والخدمات البيطرية وبرامج التطعيم. وأوضح وجود حوالي 1,000,000 رأس من الأبقار و3 ملايين رأس من الماعز والأغنام وأكثر من 150,000 جمل في الإقليم، وتساهم المراعي بشكل كبير في تكاثرها وإنتاجيتها. وقال أن الماشية تعرضت العام الماضي للنحولة والضعف والأمراض بسبب نقص مصادر المياه والعشب، مما جعل من الصعب عليها تحمل الأمطار الغزيرة وأوائل الخريف 2024، وتعرضت نتيجة لذلك للأمراض والنفوق، لافتا إلى زوال الخطر في الوقت الراهن. وأضاف الدكتور تخلصقي أنه إلى جانب رعاية المواشي من قبل الملاك والرعاة، هنالك 26 محطة بيطرية تضم حوالي 50 مهنيا في 16 مديرية، ويتم تطعيمها لمكافحة الأمراض العابرة للحدود والأمراض الباطنية. وقال أن التغطية جاري لتطعيم حوالي 1,000,000 رأس من الماعز والأغنام و400,000 رأس من الأبقار في المستقبل القريب. وذكر أنه تم التخطيط لبرامج مختلفة لخلق الأرضية الملائمة لتكاثر الماشية باعتبارها موردا هاما للبلاد. نظمت دورة تدريبية للمعلمين الناشطين في مجالات الثقافة والرياضة في مدارس مديرية سنعفة لمساعدتهم في التعرف على اهتمامات وهوايات الطلاب. وركز التدريب الذي تم تقديمه يومي 22 و23 من أكتوبر على الأساليب الواجب اتباعها لتحديد احتياجات واهتمامات الطلاب ودور المدارس في تنمية الثقافة والرياضة.
وقال مسؤول علم التدريس الأستاذ برهاني يوهنس أن البرامج الرياضية والثقافية ستنفذ في العام الدراسي 2024-2025 في جميع المدارس بتنظيم وروح جديدة. من جانبه دعا مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ عبد التخل المعلمين على العمل الجدي في المسابقات التي ستنظم للطلاب. واقترح المشاركون تنظيم دورات تدريبية ثقافية ورياضية للمعلمين وتنظيم البرامج الثقافية في المدارس المقتصرة على الأنشطة الرياضية، كما ينبغي القيام بأنشطة ثقافية والقيام بالتوعية المستمرة لأسبوع المدارس المنظم سنويا. تم إعلان خلو مديرية علا برعد من عادة ختان الإناث بتضافر الجهود التوعوية والقرارات التي تمت بالتنسيق بين وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وأوضحت مديرية علا برعد السيدة عائشة علي نور في كلمتها التي ألقتها بمناسبة في 30 من أكتوبر الجاري قائلة: تهانينا على القضاء على الممارسات الضارة الراسخة، مضيفة أن الحملات والمراقبة ستستمر لمنع ظهور هذه العادة من جديد. وأضاف المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة ورئيس لجنة ضمان حقوق الطفل والمرأة والقضاء على الممارسات الضارة العقيد سباسيان جرماي أن ختان الإناث له عواقب صحية ونفسية ويجب القضاء عليه وإدانته. ووجه المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرتها في السهية شكرا للذين ساهموا في التقدم المثالي في القضاء على ختان الإناث على المستوى الإقليمي. وقالت السيدة حواء بيج ممثلة اليونيسيف في إريتريا إن التقدم المحرز مثالي ليس فقط بالنسبة لإريتريا ولكن أيضا على مستوى إفريقيا. وأكد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن القضاء على الممارسات الضارة وصل إلى هذه المرحلة من خلال وعي المجتمع. وقدمت بالمناسبة عروض فنية تعكس المناسبة. المعروف في إقليم عنسبة تم الإعلان مديريتي أصمات وهور خاليتين من عادات ختان الإناث في العام 2017 ومديريتي حلحل وعتكليزان في عام 2017 أيضا. عقدت اللجنة الوطنية للإريتريين في ألمانيا مؤتمرها التاسع يوم 26 من أكتوبر في مدينة فرانكفورت. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس وولو توضيحا في المؤتمر الذي شارك فيه مسؤولو اللجان الوطنية في المدن الألمانية عن الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم. وذكر على العمل المتواصل لتعزيز مساهمة اللجان الوطنية والتنظيمات الإريترية في البرامج التنموية في البلاد. وأوضحت اللجنة التنفيذية في تقريرها التقدم المحرز في النصف الأول من العام 2024 والتحديات التي واجهتها، موضحة الأنشطة المنفذة لتقوية العلاقات مع اللجان الوطنية على مستوى المدن والشركاء الآخرين. كما تم إقامة فرق عمل لمعالجة نقاط الضعف. وقدم المشاركون بدورهم مقترحات لتحسين القصور في جميع الأنشطة. وأكد المؤتمر بعد مراجعة خطط عام 2025 على العمل بروح عالية والتفاني لتنفيذها بفاعلية. أهل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بمديرية ميمنة 10 أسر للمعاقين ورعاة الأيتام بالمواشي بمبلغ 10,000 نقفا لكل أسرة. وأفاد مسؤول المكتب السيد يوهانس أبرهان أنه تم إعادة تأهيل العائلات بنوع الماشية التي تم اختيارها بالنظر إلى ظروفها المعيشية. وأضاف أن الهدف من البرنامج هو خلق فرص للمواطنين الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية ليصبحوا منتجين، موصيا إياهم للعمل بجهد لتحسين وضعهم المعيشي. وشكرت الأسر بدورها بالتأهيل الذي حصلوا عليه، وأن المساعدات المقدمة لهم ستخلق فرصا لتحسين سبل عيشهم. وفي الوقت نفسه تم تقديم محاضرة توعوية مجتمعية حول عواقب زواج القاصرات والممارسات الضارة لسكان مديرية ميمنة بحسب الأنباء الواردة من وكالة الأنباء الإريترية إيرنا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
استبقت كوريا الشمالية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأطلقت صاروخا بلاستيا جديدا عابرا للقارات مصممة لتهديد البريل الرئيسي للولايات المتحدة التي أدانت مع كوريا الجنوبية واليابان الإطلاق، واعتبرت أنه يزيد التوترات. ومن موقع الإطلاق أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بإجراء اختبار الصاروخ، معتبرا الحدث عملا عسكريا مناسبا لإظهار عزم كوريا الشمالية الرد على تحركات عدائية التي هددت سلامة الشمال. وأكدت كوريا الشمالية الإطلاق بعد ساعات من اكتشاف جيرانها إطلاق ما يشتبهون بأنه سلاح جديد أكثر مرونة يستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة. وحددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان السلاح على أنه صاروخ بلاستيكي عابر للقارات، وأدانت الإطلاق باعتباره يزيد من التوترات. قالت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثات مع لي هوي المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوروسية والمسؤول عن أوكرانيا على هامش مؤتمر أمني في مينسك. وأكد سابقا وزير الخارجية الصيني وانغ يو مجددا على علاقات بكين القوية مع موسكو خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريا روندوك. وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن لافروف أجرى محادثات أيضا مع وزير الخارجية المجري. وتسعى المجر على عكس العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الولايات المتحدة لرفع الحصار الاقتصادي عن كوبا، وذلك للمرة 32 على التوالي. وأيدت 187 دولة من أعضاء الجمعية العامة للقرار في معارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت مولدوفيا عن التصويت. الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارات مماثلة حول ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة سنويا، اعتبارا من العام 1992 تأييد أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء. ولا تعتبر قرارات الجمعية العامة وثائق ملزمة قانونيا، بل تعبر فقط عن رأي المجتمع الدولي في مختلف القضايا الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت حصارا اقتصاديا على كوبا في عهد الحرب الباردة في أوائل الستينات من القرن الماضي. تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار كوانغوري في وفاة شخص على الأقل وإصابة 73 آخرين بسبب الحوادث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية بأنحاء مختلفة من تايوان. وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية بأن مركز عمليات الطوارئ المركزي قال أنه لم يتمكن من التواصل مع سائحين 2 من التشيك أكد دخولهم متنزه ترابك الوطني. وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكثر من 1429 حادثا مثل سقوط الأشجار أو تضرر الطرق. ووصل الإعصار القوي كوانغورو إلى البر في الساحل الشرقي لتايوان، حيث أعلنت المدن والمقاطعات جميعها عطلة، وأغلقت الأسواق المالية، وألقيت مئات الرحلات الجوية بسبب ما يتوقع أن تكون أكبر عاصفة من حيث الحجم منذ 30 عاما. تذكير بالعناوين مرة أخرى. السفير في الساسين يلتقي التنظيمات الوطنية في السويد. أوضاع جيدة للمواشي في إقليم القاش بركة. مديرية علا برعي تؤكد خلوها من ختان الإناث. كوريا الشمالية تطلق صاروخا بلاستيا قادرا على الوصول للولايات المتحدة الأمريكية.
وزير الخارجية الروسي لافروف يلتقي مسؤول صيني. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو الولايات المتحدة لرفع الحصار عن كوبا. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.